السنة أن لا تصلي التراويح إلا بعد السنة الراتبة، فتصلي العشاء ثم تصلي السنة الراتبة بعدها ثم تصلي التراويح، لأن السنة الراتبة لا تتداخل مع التراويح، لأن السنة الراتبة لا تشرع بصفة التراويح فلا تتداخل معها، فالسنة الراتبة لا تشرع جماعة، بينما التراويح لا تصلى إلا جماعة، ولذلك فإنها لا تتداخل. ولذا قال العلماء: وتسن صلاة التراويح 20 ركعة بعد السنة الراتبة بعد صلاة العشاء. إذن لا تصلى التراويح إلا بعد صلاة العشاء، ويستحب أن تكون بعد السنة الراتبة. أقول هذا لما؟ لأني أرى بعض المصلين الذين يرغبون بالأجر تجدهم يصلون العشاء ثم ينشغلون بأمر إما من المباحات أو من المندوبات كقراءة القرآن، ويتركون السنة الراتبة. والسنة الراتبة أمرها مؤكد مهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة، حتى إنه لما فاتته في أحايين قضاها، ولا يقضي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤكدا. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها أحيانا في بعض السفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء. إذن السنن الرواتب وهي 10 أو 12 ركعة عند بعض أهل العلم من السنن المؤكدة التي يلزم المسلم أن يحرص عليها.